فيلمنا بيبدأ وبيكون واحد بيتدرب بوكس وبيكون باين ان هو محترف، وبيحصل خناقة وراه واتنين بيضربوا بعضهم وهو مش بيتدخل بينهم، وبيحكي للمدرب بتاعه وبيقول له احسن حاجة ان هو ما يتدخلش بينهم عشان قبل كده هو اتسجن في الحبس الانفرادي وكان الشعور بالوحدة متعب جدا، وبيكون هو اصلا في السجن وبيقضي المدة بتاعته وبيخرج واتنين بيروحوا ليه وبنعرف ان هو اسمه سمير ضربة، وبيقولوا ليه ان فرحت عاوز يكلمه بس هو بيقول لهم ان هو مبقاش شغال عنده وبيمشي، وبيقولوا ليه ان فرحت هيتعامل معاه وبيمشوا هما كمان، وبيروح سمير يشتغل عامل. واحد من صحابه في الشغل بيقع عليه جهاز وهو بيشتغل وبيروح هو واصحابه عليه وبيساعدوه وبيقعدوا سوا بعدها وبيشكرهم، وبيسألوا سمير هو منين، قال له ان هو من السنغال وهو جه هنا عشان الوضع كان صعب في البلد عنده وهو بيحمد ربنا كل يوم على ان هو هنا، وبيمشوا. واحد بيروح لسمير وبيقول له انهم ممكن يضموا لفريقهم بس سمير بيشكره وبيمشوا، وبيكون وراه نفس الاتنين تاني وبيجري سمير منهم وبيجري وراه بس بيعرف سمير يهرب منهم وهم بيجروا وراه برضه، وبيطلع سمير لمبنى لسه بيتبني بس واحد فيهم بيكون هناك وبيضرب سمير بس سمير بيمسكه وبيكون بيضربه جامد بس بيضربه بالرجل والراجل بيقع وبيموت، وسمير بيكون مصدوم ان هو مش بيتحرك. بنروح بعدها ب5 سنين وبيكون سمير شغال صياد وبيكون راح لبان غتشان في شرق تايلاند، وبعد ما بيخلص شغل بيروح البيت وبيجهز اكل بس في طفله بتيجي عليه وبتقول له سام وبيلعب معاها وبيجهز ليها الاكل، وبنعرف ان هو اتجوز بس دي بتكون بنت مراته، وبيروح يوديها للمدرسه وبيوصل مراته لمكان الشغل بتاعها، وبيروح سمير للشغل بتاعه وبيكون سواق بياخد الشنط من المطار ويوصل الزبائن للفندق، وبيروح سنبات لمية وبيقول لها ان هو عنده صداع وعاوز اسبرين، وبتقول له هو راهن تاني، قال لها هيكسب بالليل، وبيقول لها هتشوف الماتش بتاع سام، قالت له ان هي مش بتحب تشوف الماتشات ولازم تجيب دارة، وبيروح سام للمكان عشان يغير هدومه وبيدخل الحلبة وبيبدأ الماتش وبيكون سام اقوى من خصمه بكتير بس سام بيتعور وبيضرب خصمه ضربة قاضية وبيوقع على الارض والماتش بينتهي. واحد بيقول له الجولة الجاية بعد 10 دقايق وبيروح يرتاح وبيقابل سنبات، وبيروح سنبات يراهن على قصاد سام والماتش التاني بيبدأ وسام بيضربه كالعادة، وبيشوف سنبات واقف متوتر وبيظهر سام وشه وبيضرب وبيقع على الارض وبيكون باين ان هو كان اتفاق. واحد بيدخل بيديله فلوس والمدرب بتاعه بيقول له ان هو لازم يوقف كل ده، وبيدخل سنبات ليه وبيكون مبسوط وبيشكره وبيقول له هيروح يشربوا سوا بس سام قال له لا عشان مية ودارة بيكونوا مستنيينه، وبيروح ياخدهم وبيقعدوا على البحر سوا وبيكون مبسوط ان هم فرحانين وبيلعب مع دارة ومية، وبعدها بيروح سام ومية وبيكونوا رايحين يشتروا مكان وبيسألها الراجل هي بقالها قد ايه هنا، قالت له بقالها 7 سنين، وبيقول الراجل لسام اوراقه فين بس قال له ان هو ما كانش عارف ان هو يحتاج ورق منه وبيزعق عليهم، وبيقول له سام ان هو شغال في فندق دوسيت شايل شنط، وبيقول لهم لحظه وبيروح يوري الورق لحد وبيقول لهم ان في مشكله وهي ان الملك لغى البيع بتاعهم عشان لقى عرض احسن، وبيخرجوا بتكون مية زعلانه وسام بيهديها وبتروح مية تشتغل في المطعم بتاعها وبيروح سام ليها وبيسالها هو سنبات فين، قالت له هناك، وبيروح ليه وبيسال على حد وبيقول له ان هو اشترى نص الساحل وهو هيتكلم معاه بس هو خطير، قال له سام يعني ايه، قال له بيبيع مخدرات للسياح وحاجات تانية كتير، وبيروح سام الشغل وسنبات بيقول له ان نارونغ عاوز يتكلم معاه وبيقول له جاي لك، وبيروح لسام وبيروح يقابله نارونغ وبيقول له ان سنبات قال له انك محتاج مساعده، قال له انهم بيحاولوا يشتروا ارض على الشاطئ وهو دفع اكتر منهم، قال له نارونغ بس انت معاك جنسيه تايلانديه، قال له لا بس هو هيسجلها باسم مراته وبيضحكوا عليه، وبيقول له سام ان هم مش اغنياء، قال له نارونغ ليه الكل بيتكلم على الفلوس وبيقول له اسمعوا هو عاوز الارض، فسام قال له ايوه، فساله هو هيعرف يعمل ايه عشانه وبيستغرب وبيكمل وبيقول له انت شغال في المطار وليك تصريح انك توصل اي حاجه وهو هيرتب حاجه ليه والارض هتبقى بتاعته، بس رفض، فنارونغ قال له ان هو هيديله 30,000 يورو ويفكر في الموضوع، وهي مره واحده بس، وبيكون عارف ان سام اسمه سمير ضربة، وبيروح سام يقعد يفكر لوحده وبتروح مية ليه وبيكونوا راسمين قدامهم هم هيعملوا ايه على البحر، وبيروح يقابل نارونغ وبيقول له ان هو فرحان عشان غير رايه، وبيطلع الشنطه لسام وبيوريه ان هي فيها مخدرات وبيقول له يتحرك ورا كين ويسيب الشنطه في المكان اللي هو هيقول له عليه، وبياخد الشنطه وبيمشي وبيوصل للمطار وبيقف والامن بيشوف العربيه وبيعدي وبيدخل جوه وبينزل الشنط للناس اللي معاه وبياخد الشنطه وبيمشي بيها، وبيروح لامن البوابه وبيوروا له الكارنيه بتاعه وبيعديه وبيشوف كيم قدامه وبيكون في كلب بوليسي جاي عليهم، وبالصدفه بيجروا حراس الامن وبيضربوا في كيم والكلب بينبح على سام وبيجري وحراس الامن وراه بس بيعرف يعدي السلك اللي محطوط وبيجري
بيجري في الغابة، ونارونج بيتحرك بالعربية بتاعته، والشرطة بتدور على سام بس بيكون مستخبي منهم، وبيمشي في المية وبيروح للبيت بتاعه عوم، وبيصحي دارا وبيقول لميا ان هم لازم يمشوا، وبتقول له ميا في ايه؟ قال لها انهم ما يمشوا وبعد كده يعرفها. وبيجي يخرج بيلاقي عدد كبير بره وبيكونوا محاوطين البيت كله، وبيقول لهم يروحوا اوضه النوم، وبيبدا سام يضرب فيهم وبيكون اقوى منهم، بس حد بيجي ياخد دارا وبيوديها لنارونج وبيضرب سام اللي ماسكه، وبيجي يروح لميا حد بيضربه وبيقع على الارض وبيكون رايح يموته، بس ميا بتمسكه، واحده بتضربها بسكينه وبيكمل عليها اللي قدام سام وبتقع على الارض جنب سام، وبيرموا بنزين في البيت كله، وبيدخل نارونج عليه وبيولع في البيت وبيمشي، والنار بتمسك في البيت كله، وسام بيترمي في الميه وحد بيشيله ويمشي بيه، وبيكون المدرب بتاعه بيفضل يعالج في سام لحد ما بيفوق، وبيشوف سام ميا وهي ميته وبيكون مش قادر يتحرك من مكانه، وبيخرج يقعد مع المدرب بتاعه وبيقول له ان هو لازم ياكل اي حاجه عشان بقاله اسبوعين ما اكلش، بس بيقول له دارا لازم يلاقيها، وبيروح سام لسنبات وبيقول له ان محدش شاف نارونج تاني، ممكن يبقى رجع لبانكوك، وقاسم صاحبه بيعيش في بانغتشان بس مش عارف هو فين بالظبط، وبيقول له الكل مفكر انك ميت حتى الشرطه ولازم يختفي، وبياخد صوره لدارا وبيروح على البحر وبيروح يسال على نارونج وقاسم، بس واحده بتقول له ان هي مش عاوزه مشاكل بس بيتحال عليها، وبتقول له يدور في المدينه على حانه ليدي بوي، وبيمشي وبيروح للمكان وبيفضل يسال على قاسم بس الكل مش بيكون عارفه، واحده بتقول له ان هي عارفاه، واصحابها بيتكلموا معاه وبيقولوا لي ان اسمه الحقيقي نوغو، وبيدوهم فلوس عشان يتكلموا اكتر، وبيعرف منهم ان هو فرايونغ، وبيمشي وبيكون رايح لقاسم، وبيوصل للمكان وبيكون داخل مستخبي لحد ما بيعرف يقرب اكتر واكتر، وبيشوف المكان اللي قاسم فيه، وبيدخل للمكان وبيضرب في اللي هناك وبيقتل واحده منهم، وبيفتح الباب عشان يشوف قاسم فين، وبيرجع يمسح الدم من ايده وبيلبس جاكيت كانه واحد من الضيوف، وبيدخل وسطهم، واحدة بتشوفه وبتعرف حد وبيطلع على فوق وبيشوف قاسم قدامه وبيروح وراهم، والأمن بيروح عليه بس بيضرب فيهم وبيكون أقوى منهم بكتير، بس حد بيفضل يضرب فيه بس سام بيمسكه من رجله وبينزله بوشه على الإزاز، واحد تاني بيجي يضربه بس بيسد منه وبيكسر دراعه وبيكسر بيه الشباك، وبيخرج قاسم ليه وبيكون رايح عشان يمسك البندقية بس بيلحقها منه سام وبيخنقه سام بيها وبيكون هيموته بيها، بس بيقول له إن بنته عايشة، وبيجي ينزل السلاح بس بيمسك قاسم السلاح منه وبيقتله سام، وبيسأل بنات هناك على دارا بس واحدة بتقول له ان هم بيشوفوا بنات صغيرة كتير بس بيروحوا على بانكوك، قال لهم فين؟ قالوا ليه بيختفوا، والتانية قالت له يروح بانكوك الحي الصيني في البار بتاع كاوبوي، وهو يلاقيه هناك وبيجري وبيقابل بتوع لانه بيثبتهم بالبندقية بس مش بيقتل حد فيهم، وبيخرج من المكان جري، وبيروح للمدرب بتاعه وبيقول له ان دارا عايشة وهي ببانكوك، وبيقول له هو عمل ايه، وبيقول له المدرب بتاعه ان هو هيجي معاه، وبيطلع عليه سيف وبيكون متوارث في العيلة بتاعته، وبيديله سلسلة كانت بتاعت جده كان بيلبسها معاه في الحرب، وبيجهز نفسه وبيسأله سام هو بيعمل ايه، قال له ان هو مش عاوز يخسر ابن كمان وهو هيروح معاه، وبيتحركوا سوا، وبيكون سنباد بيلم حاجته من المكان وبيقول لهم ان هو هيمشي، بس بيقول له سام ان دارا عايشه، وبيقول له سنباد انت قتلت قاسم، وهو مش عارف هو عمل ايه وهو مش عاوز يبقى جزء من ده، وبيركب العربيه وبيمشي، وبيروح سام المدرب بتاعه يركبوا القارب، وبيوصلوا لبانكوك وبيمشوا في الشوارع، وبيقول سام لهانزا يستنى هنا، وبيدخل سام للبار وبيقابل واحده وبتقول له هو بيدور على حاجه معينه، الله وبترشح له حد من البنات اللي هناك بس مش بيرضى، وبتقول لهم يجوا كلهم وبيقعدوا قدامه بس مش بيلاقي دارا فيهم، وبتقول له هو عاوز اصغر سن من دول، قال لها وبتقول له يجي معاها، وبيخنقها وبيقول لها هي فين، بس حد من الامن بيمسكه وبيخرجه بره بس بيضربه قدام الكل لحد ما بيموته، وبيروح لها تاني وبيقول لها هو نورون صاحب المكان ده، قال له ان هي ما تعرفش وبيكون هيموتها بس بتقول له ان هي هتتكلم، وبيروح بعد كده يركب قارب هو وهانزا وبيمشوا سوا لحد ما بيوصلوا المكان، وبيكون في حد مستنيهم هناك، وبيكون هانزا محارب برضه وبيشغلهم عن سام، وبيتحرك سام من وراهم وبيمشي فعلا، وهو ماشي بيقابل حد وبيضربه وبيكمل جري، وبيطلع فوق وبيسأل على دارا، وواحدة بتبص ليه وبتشيل قفص جمبري وبتقول لي يجي معاها، وبيمشي وراه لحد ما بتدخل مكان وبيقف يشوف اللي بيحصل جوه، وبيكون معظمهم بنات صغيرة وبيكونوا بيحطوا المخدرات جوه الجمبري، وبيدخل لهم سام وبيضرب واحد فيهم وبيكمل ضربه في اللي هناك وبيموتهم، وبيروح البنات اللي شغالين هناك وبيقول لهم ما يخافوش، وبيسالهم على دارا، وبتقول واحده ان من اسبوعين في اطفال وصلوا هنا بس خدوهم امبارح، وبيسالها على نارونج قال لها هنا، قالت له ايوه في الدور اللي فوق، وبيقول لهم يمشوا كلهم، وبيروح يقابل نارونج بس بيلاقي واحد معاه سيف واقف واتنين كمان بيخرجوا، وفجاه المكان كله بيتملي عدد وبيكونوا كتير، واول واحد بيقرب على سام بس سام بيضربه وبيرميه بعيد وبيبدا ضرب في كل اللي هناك، وبيكون سام اقوى منهم كلهم وحركته اسرع، وبيوصل لاخر واحد وبيكمل ضرب فيه لحد ما بيموته،
وهانزا بيروح ليه وبيكونوا عاملين دايره حواليه وبيقول له يمشي، وبيروح سام يجري بس بيقابل عدد اكبر وبيكونوا بيضربوا في سام بس بيعرف يضربهم وبيموت في اللي بيلاقيه قدامه، وبيكون حد ضربه بحاجه في رجله بس بيعرف يموته، وبيشوف نارونغ اللي بيحصل وبياخد مسدس وبيتحرك، وسام بيطلع عليه على السلم ومش بيكون قادر يمشي من الجروح اللي موجوده في جسمه، وبيروح عند نارونغ وبيقع من التعب وبيقول له نارونغ ان هو اللي احتاجهم، وبيكون فرحات اللي هو قتل اخوه من 5 سنين هو اللي خلى قاسم يتتبعه، وكان سهل قوي يخلي سنبات يخونه، وبيقول له سام دارا قال له ان هي ما خرجتش من بنغ تشان اصلا، وبيكون سنبات هو اللي خدها، وبيخنق سام عشان يموته، وبيكون في عظمه مكسوره في ايده وبيضرب بيها نارونغ في رقبته وبيموت، وبينزل تاني بس بيلاقي هانزا واقع على الارض وبيموت، وبيكون قتل كل اللي هناك، وكل البنات اللي كان نارونغ بيشغلهم بيهربوا منه، وبيوصل سام للمطعم بتاع ميا وبيكون محدش فيه، وبيفتكر وقتهم سوا، وبيشوف سنبات هناك وبيقرب عليه وبيقول له ان الامور خرجت عن السيطره، هو ما كانش عاوز كل ده يحصل، وهو كان مخلي باله من كل حاجه لحد ما هو جه، وبيقول له ان هو كان بيحب ميا، وبيطلع سام مسدس وبيقول له سنبات يضربه بس بيسمع صوت دارا وبيجري عليها وبيحضنها، وبتقول له هو كان فين وبيشيلها وبيمشي وبيسمع صوت ضرب نار، وبيكون سنبات انتحر وبياخد سام دارا وبيمشوا كده. يكون فيلمنا خلص، ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لكم سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عاوز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات، وبس كده اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.